السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي. في خبر اليوم بعد تصرف إسرائيل ضد فلسطين، لم يعقد المغرب منتدى النقب الذي يجمع وزراء خارجية الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهام ووزير الخارجية الأمريكية، والذي كان مقررا في مارس الماضي. وباتت العلاقات المغربية الإسرائيلية يتبعها مد جزر مع التطورات الأخيرة في القدس، لكن دون أن تأثر على التنسيق الأمني والعسكري المستمر بين البلدين. وأدانت المملكة المغربية بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك. وبات مكتب الاتصال الإسرائيلي يعيش على وقع فراغ إداري بسبب غياب أي مسؤول، حيث لم تقرر تل أبيب بعد في خطوة إيفاد مسؤول جديد مكان فشر. وأشار هشام معتوض خبير في الشأن الدولي إلى أن نجاح تنفيذ بنود اتفاق إبراهام ستبقى دائما وأبدا رهينة مدى الالتزام الجدي والمسؤول للسلطات الإسرائيلية على احترام حقوق الفلسطينيين وإحراز تقدم في تدبير ملفاتها السياسية معهم من أجل صون قضيتهم العادلة، بعيدا عن الاستراتيجيات التوسعية والاستعمارية. والله بفرح كثير لما بتشتركوا معي، وأتمنى يعجبكم الموضوع، وشكرا كثير لدعمكم حبايبي.